اليوم غنعاود لكم قصة من أغرب وأخطر القصص اللي ممكن تسمعوها. قصة فيها الحب والغدر وسحر المحبة اللي كيقلب الحياة للجحيم. واش عمركم تخيلتوا أن شي واحد يقدر يحل فم ميت ويخشي فيه السحر؟ هادشي اللي وقع لزهير. بقاو معايا حتى الاخر باش تفهموا كاع التفاصيل. زهيرة كانت بنت آية في الجمال، بنت الشمال اللي كانت الدوار كامل كيهضر بجمالها، ولكن جمالها كان هو السبب في عذابها. الأب ديالها بسبب معتقدات قديمة خاف عليها تبقى بيرة وزوجها بزز لواحد السيد سميتو أشرف. أشرف كان فلاح بسيط، وهي كانت كتحلم بشي حد مثقف وعايش حياة أخرى. من نهار تزوجو زهيرة دخلت في كآبة حادة، مبقاتش كتحمل حتى تشوف فيه. أشرف جرب معاها قاع الطرق ولكن والو، البنت كانت كتهرب منو بحال إلا كتشوف وحش. هنا الشيطان لعب بعقل أشرف، مشى عند عمو، وعمو دا عند واحد الساحر في واحد الجبل كيخلع. الساحر قال لأشرف بغيتي تبغيك غندير ليك السحر المحب، ولكن الشرط صعيب. هاد السحر خاصو يتدفن في فم ميت اللي ما دازش عليه 40 يوم. أشرف بقى كيتسنى حتى نهار مات الجد ديال زهير، بوه دير بوه. أشرف استغل الفرصة ودخل البيت الغسيل وحل فم الجدة جد اللي كان ميت، ومشى فيه داك السحر حتى وصلو للحنجرة. من تما زهيرة مبقاش عايزة، ولات بحال الجثة كتمشى، وجهها ولا صغير وتحت عينيها كحل، ولات كتشوف خيالات مرعبة. وراجل كيشبه لجدها كيحبس ليها لسانها كل ما بغات تهدر. زهيرة مبقاش كتقدر تنطق بكلمة وحدة قدام بشر، كانت كتحس بشي حد شاد ليها فمها. الجدة ديالها لطيفة عرفت بلي كاينة شي حاجة ماشي هي هاديك، خصوصا ملي شافت زهيرة ولات بحال الغد، مبقاتش فيها ريحة الزين. الجدة لطيفة بذكائها بعداش أشرف على الدوار هاد الحياة، وجابت واحد كتعامل مع الجن سحاب، ومن بعد جابت الراعي اللي كيداوي بكتاب. تما كانت الصدمة، الجن اللي كان لابس زهيرة نطق قال كاع الحقيقة. أشرف ولد الهاشمية هو اللي دار السحر، ودارو بفم الجد المرحوم. الجدة مسكينة مشات للمغبر، حفروا ولقاو فعلا السحر فم المرأة. فكوا السحر، بدينا زهيرة عند راقي متمكن، وبدات كتخرج من فمها شي حاجة كحلة، بدات كترجع ليها الروح شوية بشوية. ولكن القصة مزالاتش. القدر كان عنده رأي آخر. أشرف ملي كان هارب من اللي عاق ملي كلشي تفضح، كان راكب في واحد الطونوبيل، وقعات كسيدة خايبة. السائق قدر يموت، ولكن أشرف بحال الدافع. الطوموبيل شعلت فيه الهواء، وأشرف تحرق الداخل حتى ولا رماد. مات أشرف ميتة خايبة، ميتة كتناسب الجرم اللي دار في حق مرتو وفي حق حرمة الميت. زهيرة رجعات للدار والديها، ورجعت ليها صحتها وجمالها، وتعلمات درس قاسي بلي السحور عمرو ما كيجيب المحبة، كيجيب غير الخراب والموت. وكانت هذه هي القصة ديالنا. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وما تنساوش لي أجمل وأحلى لايك منكم والاشتراك وبارطاج مع الناس كامل.